بصوا، الله اكبر الله اكبر. ده اللي بقى عايز يعمل حاجه مني كده، ولا تقولي لي بقى باللبن ولا مش باللبن. بصوا الجمال. بصوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس، حبايبي اللي بيكتبوا لي، والف الف مليون شكر لكم كلكم. انا بقى بمناسبه ان شاء الله قرب المدارس كده وادخلها، قلت لكم اللي انا هعمل لكم حبه حاجات كده هتنفعكم في البيت. وعلى فكره الحاجات دي مش في المدارس بس، الحاجات دي ممكن تعمليها في اي وقت. دلوقتي احنا قلنا كيلو دقيق يبقى في البيت هيعمل لك كل اللي انت عايزاه. احنا دلوقتي معانا كيلو الا ربع دقيق، احنا شايلين منه ربع كيلو الدقيق. وهعمل بقى ايه؟ حبه كايزر وحبه فينو. شوفي بقى انت عايزه تاكلي في اي وقت، تتعشي في اي وقت، راحه مشوار، راحه رحله، راحه في اي حته، انت هتعملي حاجتك بنفسك. ويا جماعه كل حاجه سهله والله، هي صعبه على الناس اللي مش عايزه تقوم من مكانها ولا تعمل حاجه. نبدا بسم الله ونخش في موضوعنا على طول. بسم الله. بصوا يا حبايب قلبي، احنا في حاجه بقى السر انا جبته لكم من اصحاب المحلات، اللي الفينو ازاي بيبقى طري، والفينو بتاع البيت بيبقى اما بنيجي نعمله بيبرول مننا. لا احنا ما عادش هيبرول مننا تاني. في حاجه اسمها عصيده. ايه عصيده دي؟ العصيده دي عباره عن معلقتين دقيق، معلقتين كبار دقيق، بنقوم مدوبينهم في ميه كده. ايه ده؟ انك تدوبيهم في الميه كده على البارد، وتقومي جايه حطاهم على البوتاجاز وتعمليهم كده معاكي. ده بيبقى عامل زي نظام المهلبيه. ده بقى اللي بيخلي ايه في اللبابه بتاعت العجين كده، واللي بيديك الايه المطه الجميله، وبيديكي بقى ايه الفينو، ويضلوا معاكي ايه طري فتره كبيره. هندخل بقى ونشوف بسم الله ما شاء الله على حاجتنا الجميله العسل بنعمل ازاي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا دلوقتي المكونات بتاعتنا نص كوبايه، بصوا مج صغيره اهو، نص كوبايه سكر، ميه، حبه خل، معلقه بتاع الكوبايه بتاعت القهوه دي، يعني يعتبر فنجان زيت، بس الزيت يكون نقي، علبه زبادي، خميره، بيكنج باودر. هنضيف بقى المكونات بتاعتنا بسم الله. وقلنا ادي ايه السكر في الاول اهو، ادي هنحط ايه كل المكونات الجافه. قلنا الاول ايه تتحط الاول ايه مع بعضها. بسم الله. احنا كده يبقى سكر مع وادي ذره الملح من السنه. قلنا المكونات الجافه دي نحطها مع بعضها، بتنشط بقى ايه العجينه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبقى زي العسل. ويا رب حاجتنا كلها تبقى زي العسل، وكل اللي يعمل بالطريقه بتاعتي دي يبقى جميله. ادي حبه خل، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وادي الزيت، شوفوا مفيش حاجه صعبه. وادي علبه الزبادي. علبه الزبادي دي بقى حسب الرغبه، لو عندك بقى برضو لبن، حبه لبن رايب ممكن تعمليها بحبه لبن رايب. احنا الاول هنقلبها اهو، وبعد كده هنعمل بايدينا. ادي اهو بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وادي المج الميه دوت ممكن كله ما نستعملوش، الا هنستعمله هقول لكم عليه. ادي العصيده اهي اللي احنا بنحطها دي بقى ايه تخلي بقى الفينو بتاعك طري وجميل، يبقى فيه اللبابه اللي هي اللي جوه دي. ادي هي الاسرار بتاعت المحلات، بتاعت الناس اللي بيعملوا ازاي بنجيبها لكم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب احسن ما بين ايدينا، وكل اللي بيعمل اي حاجه تطلع معاه كويسه، وكتر الخير في بيوت المسلمين وغير المسلمين، عند الناس كلها يا رب. احنا بحب مش هنحط كميه الميه برده كلها لما نلفها. وانت تعبتي ارتاحي شويه، هي بتلزق معاكي في الاول كده العجينه دي، ما تقلقيش. بعد كده برده شوفي برده ايه الحاجه. وفي دقيق قلنا بيقبل الميه، وفي دقيق ما بيقبلش الميه. نشوف احنا معانا الحاجه اهي ونشوف. يا حبايبي بصوا العجينه بتاعتنا هي في البدايه بتحسي ان هي ملزقه معاكي كده، احنا عايزين نخلي لها بس ايه عرق كده معانا. فبنقعد بقى ايه نلت فيها شويه كده علشان تطلع معانا كويسه. ونجاح العجينه اللي انت بتتعبي شويه كده وبتعجنيها شويه، واللي عنده عجان يعمل في العجان.
واللي ما عندوش عجان يعمل بايديه. ده كيلو دي ولا كيلو الا ربع دي يعني مش مشكله يعني، كل حاجه سهله. طبعا اهي العجينه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى ايه نقطه زيت كده علشان خاطر ايه نطلع العجين من ايدينا، ونخلي الايه العجين اللي هنا كده في الجناب دوت يطلع اهي. شوفوا بسم الله ما شاء الله، ادي العجينه معانا اهي. اهو يا حبايبي بصوا العجينه بتاعتنا، بدايه من العجينه بتاعتك بسم الله ما شاء الله. بصوا تبقى جميله ازاي، ما تفتحش معاكي. واحنا عايزينها تبقى ايه اللي هي بتلزق كده. ليه؟ هي دي عجينه الفينو كويسه. خلاص كده هنغطي عليها بقى باسترتش راب كده ولا بكيس بلاستيك، وما تخمر هنشوف ايه الطريقه الثانيه اللي هنعمل بيها. بسم الله ما شاء الله العجينه بتاعتنا الجميله، الله اكبر اهي. بسم الله هنهبط بقى الخمر بتاعها كده، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. هبطنا الخمر بتاعها، شوفوا الجمال، شوفوا العسل، شوفوا الحاجه لما تبقى ايه بدأها كده بسم الله توكلنا على الله تبقى جميله. ربنا يقف معاكي. وقلنا اما نذكر ربنا مش كلام والله، ذكر ربنا ده بيخلي الواحد قلبه يطمئن كده وكل حاجته تطلع جميله. بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله هنقطعها بقى ايه كور كده صغنونه يا حبايبي. العجين بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله قطعناه يرفع، وايه بنبططها كده. لو محتاجه ان انت تعمليها بالنشابه اعمليها، بس انا ايه حاسه ان العجينه كويسه معايا مش هعملها بالنشابه. وبرده خلي فيها ايه سمك كده، تيجي بقى ايه تقوم جايه لفاها كده رول كده من هنا، لف 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 معاكي اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي اهي. وتقفلي بقى من الجناب دي اهم حاجه اهي، تقفليها كويس اهي وتشيلي كده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. وتخلي ايه بينه وبين التاني كده مسافه اللي انت عملتيها. ادي اهو الفينو البيتي الجميل بتاعنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنعمل بقى ايه الكميه بتاعتنا كلها كده ونوريكم بقى احلى فينو واجمل فينو اهو يا حبايبي. الفينو بتاعنا اهو، وبصوا ده كايزر برضو بنفردها كده ونيجي بقى ايه نلمها كده. بصوا اهي نلمها العجينه كده مع بعضها كده، بنقفلها بالطريقه دي. دي بقى تبقى داخلها الهواء كده من جوه تبقى جميله اهي 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 اهي. بنعملها زي السره كده اللي انت بتعمليها كده، وتقفليها بقى من هنا كده اهي. بصوا ده بيرفع الله اكبر. بصوا كل ما تسيبيه كل ما يرفع ويزيد حلاوه. هنيجي بقى ايه نعمل هنا بقى ايه قبل ما يرفع قوي نقوم جايبين احنا عندنا هنا ايه. بصوا المحلات بقى ولا بتحط بيض ولا لبن ولا حاجات من دي، يعني انت تبقى غلطانه لو تقولي بيحطوا بيض. هيجيبوا لك منين بيض كل ده؟ ده حبه سكر متدوبين في حبه ميه. ادي اهي بسم الله ما شاء الله. ادي ماما اهي بتعرفكم الطريقه اللي هم ايه بيعملوا بيها اهي. دي بقى ايه اللي بتخلي الوش ايه بتاعهم وتقولي ايه ده دهنينه بيض. لا ما عادش بيدهنوا بيض خلاص، ما عادش وقت الدهن البيض. البيض غلي ومش هيلحقوا اللي هم يعملوا لك بالبيض كمان. فدي اهي بجيب لك الطريقه كلها اهي بسم الله ما شاء الله. وانت بتبقى موسعه برده الصاج بتاعك كده شويه، اللي انت الصاج بتاعك يبقى فيه مسافه بين الحاجه وبعضها عشان ما تلزقش ببعضها. ادي احلى فينو بيت وكفايه. وليك الشرف كده اللي انت بتعملي حاجتك بنفسك وتبقى فخوره بنفسك اللي انت بتعملي الحاجه وبتعمليها لاولادك. وعلى فكره مش هقول اللي مش لازم تكون 100%، لا ده هي كفايه قوي، ده هي 1000 يعني 1000% مش 100%. وده اهو السمسم بتاعنا اهو الجميل اهو اهو
كايزر اهو. برضو ايه هسيب لكم حبه من غير سمسم. عايزه ترش برضو حبه البركه عليه ايه، رشي. ادي هنسيبه بقى اما يرفع خالص وندخله الفرن على الشبكه على درجه حراره 180 في الرف الاوسطي. ولو الشوايه عندك ما بتقتش من فوق برضو ادي عليها من فوق. وهو طالع كده من الفرن، اول ما طالع من الفرن اديله بخه ميه كده وغطي عليه عشان يرد بقى طري كده وتاكلي احلى فينو. ايوه يا حبايبي، شفتوا الجمال بتاعنا وشفتوا الفينو العسل الجميل والكايزر. ما تشتريش من محلات، كل حاجه تعملها بيتي زي ما ماما هي بتقولك. اشطر ناس واحلى ناس هم اللي يعملوا الحاجه البيتي. اي يا حبايب قلبي، ادي الفينو الجميل بتاعنا، وادي كيلو الا ربع. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، طلع لنا الكميه الجميله دي. فشوفوا انتوا بقى ايه احلى حاجه في الدنيا لما انت تعمليها في بيتك. وده بقى ايه اللي هو الميني الصغير. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الله اكبر الله اكبر. ده اللي بقى عايز يعمل حاجه ميني كده، ولا تقولي لي بقى باللبن ولا مش باللبن. بصوا الجمال. بصوا على فكره معلومه ليكم، الفينو ما بيتقطعش بسكينه. الفينو اهو بيتقطع بالمقص عشان ايه ما يفرولش منه. بصوا الجمال، بصوا الجمال بتاعه. شوفوا العسل. اعملي بقى اي حشوات انت عايزاها. ودوت الكايزر بتاعنا، ادي التسويه بتاعته اهي. بصوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. جميل برضه. بصوا من جوه، بصوا من جوه عامل ازاي. شوفوا مرق ومفتح ازاي وجميل ازاي. شوفوا الحاجه معانا عامله ازاي. برضه هتحط اي حشوات انت عايزاها. ادي يا جماعه الحاجه اللي بتتعمل في البيت. يا ريت كلنا نشجع الحاجه البيتي. وبناتي اللي لسه بادئين حياتهم وبيفكروا يعملوا اي حاجه يا ريت يخشوا على القناه الجميله دي ويشوفوا اي حاجه هم عايزينها يلاقوها وبارخص حاجه. حبه دي يبقى عندك في البيت، هتعملي كل الامكانيات اللي انت عايزاها، وقدامك ناس بيعلموكي. اللي ما بيعرفش يتعلم هو انه يموت المعلم ولا يتعلم. احلى بقى لايك واحلى اشتراكات واحلى كلام جميل لماما هيام، وما ابدع ناس ما ينسوش معانا اللايك. مع الف سلامه يا حبايبي.